في هذه اللحظات يتم تتويج الفائزين معنا في هذا السباق الاستثنائي. هذا السباق هنا على ميدان الجوع بتنظيم وتوجيهات اخواننا المشرفين على هذا الميدان، وعلى راسهم راشد بن بطي الزعبي وكذلك محمد بن بطي الزعبي. نشكرهم جزيل الشكر على هذه الانطلاقات السلسه، وكذلك على انتمائهم ودعمهم لهذا الميدان في البدايه وفي هذا اليوم. يكون هذا السباق الاستثنائي وهو السباق الثاني، وفي هذه اللحظات يتم تسليم رموز هذا السباق وهي كؤوس هذا السباق. في البدايه كان الشوط الاول الرئيسي وهو الشوط المفتوح الكاس، يكون مع اكيد المملوك لمحمد بن بطي الزعبي، ويشرفنا في هذه اللحظات الوالد الشيخ ربيع بن مخيزين المري لتسليم رموز جابر بن ربيع بن مخيزين المري الذي تشرفنا بحضوره ويستاهل ابو بطي هذا الناموس في هذه اللحظات. كذلك ايضا يكون الشوط الاول الرئيسي للقعدان المشتركات المفتوح، يكون كذلك من نصيب علي بن زيد الشراب، نعم مالك متعب، من فاز معنا باول اشواط القعدان المفتوح. ويشرفنا الشيخ جابر بن ربيع بن مخيزين المري تسليم هذا الرمز. حيوهم ويستاهلون التحيه، يستاهلون. اذا حضورنا الكريم كذلك في هذه اللحظات ايضا ننتقل الى اشواط وكؤوس الصعود. يكون ناموس كاس الصعود الاول يكون مع متعبه المملوكه لعلي بن زيد الشراب، يستاهل علي بن زيد الشراب، يستاهل هذا الناموس. علي بن زيد الشراب نتشرف بحضور الوالد الشيخ جابر بن مخيزين المري مشكورا، حيوه يستاهل التحيه ابو محسن، يستاهلون هذا الناموس. اذا كيسين تذهب هنا وكذلك الصعود القعدان، ويذهب مع الديب المملوك لمحمد بن بطي الزعبي، وكذلك ايضا ابنه الذي هو خاله محمد بن سالم الزعبي يتسلم هذا الرمز من ربيع بن جابر بن مخيزين المري. لا يسعني في هذه اللحظات الا ان اشكر الوالد الشيخ ربيع بن مخيزين المري ونقول له مرحبا ومسهلا في ميدانه وبين اخوانه. وكذلك نشكر الشاعر حمد بن جار الله ابن كحله المري على حضوره على تواجده، مرحبا بالجميع. وايضا لا يسعني الا ان اشكر مصور هذا النقل الحي والمباشر مصمم قبيله المره بطي بن محمد الزعبي المحنك.